سلام الله عليكم متابعي الكرام، ومساءكم سعيد في هذا العرض الإخباري. وهذا أبرز عنوانه: شلل بالجماعات الترابية يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي. لكن قبل الشروع في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني إنذاري مدته 48 ساعة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية يوم الخميس. وحسب المكتب الجامعي، فإن قرار الإضراب جاء احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، مطالبا بفتح حوار جدي تشكل مخرجاته استجابة حقيقية للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع. وأضاف في بيان أن الشغيرات الجماعية عبرت عن استيائها من إصرار الوزارة على إصدار نظام أساسي جديد للموارد البشرية في الجماعات الترابية دون حل جميع المشكلات الإدارية العالقة، وذلك عبر قانون بدلا من مرسوم. وحسب البيان، فإن هذه الإضرابات تأتي أيضا للتعبير عن الاستياء من استمرار تدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وتكبد المزيد من المسؤوليات دون تحفيز